السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل الفول المدمس باسهل طريقه واوفر لسحور رمضان. طبعا موفر الفول لما تعمليه في البيت، انضف واوفر. بجيب كده وبعمله طبعا زي ما انتم عارفين في حله الضغط ال5 لتر يا جماعه. الناس اللي عارفه ان انا بعمل الفول في حله الضغط، بحط نص كيلو من الفول المدشوش، بغطيه بالميه كده زي ما انتم شايفين. بحط ربع كوبايه من العدس، شريحه من الليمون، نص معلقه من الكركم، ونص معلقه من البابريكا. بس كده. وكمان بحط طماطمايه بقطعها 4 ارباع كده، وكمان بحطه كده على النار العاليه زي ما انتم شايفين. وببدا ان انا اول ما يغلي ببدا ان انا اوطي عليه النار زي الشمعه. الطريقه واحده سواء بتعمليه في القدره او في حله الضغط، فالطريقه واحده في الاتنين. الفول لاخر حبايه هيفضل لونه زي ما هو، ما بيسودش. الناس اللي هتعمل زي في حله الضغط الصغيره، بحطه بيقعد ساعه ونص بالظبط وبيكون استوى، بتلاقي الفول زبدة. ببدأ ان انا بعد ما يغلي بقفل الغطا كويس جدا جدا، وبوطي عليه النار زي الشمعة. اه زي الشمعة بالظبط، كأنك بتسوي الرز. وبعد كده بعد ساعة ونص هنفتح ونشوف شكله عامل ازاي. اول ما بفتح بحط عليه معلقة كبيرة من الدقيق، وبحط عليها ربع كوباية من المية كده. وببدأ ده الفول اهو شكله استوى وكل حاجة ولونه جميل، لكن لسه المية خفيفة شوية بتاعته، مش زي اللي بنجيبه من بره الجاهز. بحط بقى كده زي ما انتوا شايفين معلقة الدقيق والمية بتاعتها وبسيبه. لو بتعملي الفول في القدر سيبيه برضو 10 دقايق، انا سبته حتى في حالة الضغط برضو 10 دقايق. بيخلي الفول زبدة بجد. بس خدي بالك علشان ما تسيبيهوش كتير، عشان احنا حطينا دقيق فما يشطش منك. ببدأ ان انا بعد كده فتحت بعد ال10 دقايق، شايفين الفول شكله عامل ازاي وقوامه؟ شايفين؟ لاحظتوا ان هو تقل شوية؟ شكله جميل جدا جدا وبجد روعة. شيلي بقى الطماطمية اللي انت كنتي مقطعاها في الوقت ده، ولو عايزة تسيبيها برضو مفيش مشكلة. ازاي بقى هنحفظه يفضل اخر حباية لونه اصفر كده زي ما انتوا شايفين؟ بجيب كده حلة من او علبة من حفظ الطعام في التلاجة، وببدأ ان انا بحط الفول فيها وبغطيها بنص ليمونة كده، بعصر نص ليمونة على الوش اهو زي ما انتوا شايفين. وببدأ ان انا بوزع الليمون كله حتى بمعلقة، بحيث ان انا يغطي الوش كله. الليمون ليه؟ بيعمل مادة عازلة بين الفول وبين الهواء عشان ما يسودش مني. تمام. بعد كده طبعا الفول على فكرة يا جماعة بتبقوا وهو حبوب نقعينه من بالليل. انا بنقع الفول مش بسويه كده، بنقعه من بالليل لحد الصبح، وببدأ ان انا اسويه او 12 ساعة، بحيث ان هو يكون اتأكد ان هو ما ياخدش معايا وقت في التسوية. بكون بقى ايه، خلاص كده غطيت الليمون كله. بجيب كمان حبة من الزيت، حوالي معلقة من الزيت، وببدأ ان انا او بازازة الزيت سرسوب كده، وبغطي الوش خالص. برضو بقلبها بالمعلقة بحيث ان انا برضو ازود مادة العزل. وهنا شكل الفول زي ما انتوا شايفين في الحلة ما لزقش ولا شاط. الناس اللي خايفة تسوي في حلة الضغط احسن يشيط مني الفول، احسن اعملي بنفس التكنيك زي ما بقولك ونفس المدة، ما تزوديش، هتلاقي الفول معاكي طالع زبدة بجد. وادي شكل الفول بعد ما تاني يوم بات في التلاجة. وتاني يوم بصوا شايفين شكله عامل ازاي اهو. آه من تحت لونه ازاي اصفر جميل، لونه كهرمان زي ما بيقولوا، بجد تحفة. وبتطلعي منه على قد استخدامك وبتحطيه تاني. عايزة تشيلي الطبقة اللي على الوش دي بتشيليها، عايزة تحطي الفول كله بالطبقة اللي على الوش برضو. هي مش غامقة، برضو صفرة ولونها فاتح جدا جدا. الناس اللي جربت وعاملة الفول عارفة انه بيسود. لا جربي الطريقة دي بجد تحفة. الاخر حباية لونه اصفر كده زي ما انتوا شايفين، بجد جميل جدا جدا. لو عايزين بقى طريقة تحديقة للفول بقى بالطحينة وكده قولولي واعمل لكم طريقة حلوة قوي كده في الكومنتات. ما تنسوش حبايب قلبي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة توصل لكم. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. باي باي.